السلام عليكم، معكم خولة قواش إرادة فيديو جديد. اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع اللي دائما كنقول خولة هاد الموضوع زاد على حدو، ولكن هاد الأيام ماشي غير زاد على حدو، خرج على السيطرة. جيت نهضر على هاد السيدة الغير فاضلة. للأسف مؤخرا دارت واحد فيديو على الدين، على واحد الطلاسيم، واحد الطقوس، واحد اشياء اللي اي واحد ما يتقبلهاش كعربي مسلم، اي واحد ما يتقبلهاش. هي جاتني على ذلك كون كانت دايره فيديو غير بوحدها، لا، هي دايره مع وليداتها كتعلمهم واحد الاشياء اللي هي خايبه بزاف. اللي ما فهمتش انا فين هما هاد الجمعيات اللي كيشوفوا بحال هادوك الوليدات كيتربوا بحال هكاك. من غيكبروا دوك الوليدات وغيديروا شي حاجه ما نلوموهمش، حيت حنا اللي كنا كنتفرجوا بهم كيفاش كيترباو وكيفاش كيتعرضوا لبزاف الحوايج وكنا ساكتين. والطامه الكبرى اللي كتضرني في راسي هو ولينا نغيرو على العرق. من حقنا نغيرو على عرقنا، ولكن ما كنغيروش على الدين. واش لهاد الدرجه ما كنهتموش بديننا؟ لهاد الدرجه نسينا علاش ربي خلقنا فوق الارض؟ واش لهاد الدرجه ولا العرق ديالنا كثر من الدين ديالنا؟ انا بعدا ما فهمتش هادشي، ناقوس الخطر، وهادشي زاد على حدو بزاف وخرج على السيطرة. هاد السيدة خرجت على السيطرة بزاف اشخاص، ولكن هاد السيدة مسات شهويج لي انا تفاجأت كيفاش سكتوا بزاف الناس وسكتوا والامر ما خصوش يتسكت عليه، حيت دينك راه مشكل، والله حتى مشكل اللي ولا ما نلوموش. انا اللي بغيت نقول رساله، ما نلوموش الاجيال اللي جايه، حيت حنا اللي خلينا لهم هذا المولود ديال قله الادب وقله الدين والتفاهه. ما نلوموهمش حيت حنا اللي بنينا هادشي. المهم شكرا لكم، نتمنى الرساله تكون وصلت وفي جعبتي الكثير، ولكن سوف اتريث. يلا الله يعاونكم.